السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنقدم لكم النهاردة معلومة طبية مهمة جدا 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 وهتنفعكم وخاصة مع دخول الصيف. طبعا احنا تأخرنا بالفيديو ده شوية لأننا علاقتي بالسوشيال ميديا مش أحسن حاجة، فالله المستعان يعني. إن شاء الله نقدر نفيدكم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا جدا، المفروض إن احنا كنا بدأنا فيه من حوالي شهر ولا حاجة. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة يعني الريش يعني سوس دبان وحشرات، تمام. فطبعا موضوع الحشرات ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لأنه يعني في جزئين مهمين جدا. أولا بينقل أمراض، ثانيا هو بيسبب أساسا أمراض للحمام زي الجدري وزي الكلام ده كله. طبعا فالله المستعان، فاحنا هنحاول النهارده نفيدكم معلومة طبية مهمة جدا وغير مكلفة، وكمان يعني هتنفع الحمام من ناحية الريش ومن ناحية الطفيليات الداخلية كمان، لأنه بيشتغل على الاتنين. وانت هتستخدمه خارجيا فقط، يعني لا حقن ولا تدي حاجة في البق ولا الكلام ده كله، لا. فإن شاء الله إن شاء الله عز وجل هيبقى في تجربة عملية النهاردة إن شاء الله، بحيث إن الناس تفهم وإزاي تربي حمام. لأن أنت ما بتعرفش تعالج، ما بتعرفش تأكل، ما بتعرفش تشرب، ما لهاش لازمة التربية، لأن دي روح في الأول وفي الآخر. واحنا بنجيبها حتى لو كانت غواية بعيد عن التجارة والكلام ده كله، فأنت برضه لازم تحافظ عليها لأنك هتسأل يوم القيامة عنها يعني. والله المستعان. فطبعا احنا معانا النهاردة حاجة يعني قد تكون يعني بعض الناس يستغربوها شوية، ولكن في ناس كتير بتستخدمها من فترة بعيدة يعني. زي مثلا القطارة دي ما فيهاش لا اسم ولا أي حاجة، هي خالية من الأسماء. فطبعا دي عبارة عن أفوماك بتاع الأغنام والمواشي والكلام ده كله، بس احنا بنستخدمها للحمام بس بطريقة معينة. طبعا مش حقن ولا الكلام ده كله. الأفوماك بيشتغل على الحشرات كويس أوي، وبيشتغل على موضوع الطفيلات الداخلية. بس أهم حاجة تبعد عن موضوع البق، لأن في كلام وفي بعض الإخوة كده قالوا إن هو ساعات بيأخر الحمام على البيض، والذكور ما بتخصبش في بعض الأحيان، فبلاش يعني تبعد تدي في الفم والكلام ده كله. فطبعا هيبقى في تجربة عملية دلوقتي إن شاء الله، تمام، بحيث إن الناس تعرف إزاي تستخدمه إن شاء الله عز وجل. طبعا دي طيرة ما شاء الله من المستويات الجميلة. الحمام ده لسه جاي، فاحنا هنحاول قدر المستطاع نحافظ على المكان عندنا، لأن أنا شفت فيه دبان امبارح، بس أنا قلت النهاردة عشان بحيث إن أنا أنزل الفيديو والناس كلها تشوف بفضل الله. الله المستعان، ده قص ولاد استراد. انت هتمسك فرد الحمام بالطريقة اللي انا هعلمها لك، تفرد جناحه كده، تمام. أظن إن هي واضحة لحضراتكم. هتشوف الريش اللي هنا، طبعا الجناح هتبينه من هنا، بتحط نقطة وتدعك. شكرا. ده بالنسبة للجناح الأولاني. الجناح طبعا في هنا حشرات موجودة، فإن شاء الله بالكتير بكرة مش هتلاقي حاجة نهائي. طبعا حاول تدي نقطة من عند الراس وتدعك، ومن عند فتحة المجمع من ورا، من عند الحمامة من هنا تدعك، عشان الحشرات دي الأماكن الحشرات دايما بتبقى موجودة فيها غالبا. بس كده انتهى الموضوع بالنسبة لي، وإن شاء الله تحافظ على صحة حمامك، ودي أهم خطوة في بداية إن أنت إزاي تعالج حمام، أو إزاي إن أنت تدخل حمام عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.